انا شاكه فيك من بدري، ودلوقتي هركب كاميرا مراقبه واعرف انت بتعمل ايه من ورايا. شكت في جوزها تقوم تعمل ايه؟ ركبت كاميرا مراقبة في غرفة نوم عشان تراقبه وهي مش موجودة، واللي شافته كان مفاجأة للجميع. مش تتخيلوا شافت ايه؟ ودي قصتنا النهاردة. يلا بينا نعرف اللي حصل وليه شكت في جوزها لما ركبت كاميرا خفية. يا ترى شافت ايه خلى الكل يتفاجئ؟ كل ده هنعرفه في حلقتنا، لكن مش قبل ما نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام في كومنتات تحت. ولو متابعيني على اليوتيوب ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصلك كل جديد من فيديوهات. قصتنا النهارده لزوجة متجوزة وعندها ولدين وبنت، كانت حياتها السنين دي كلها مستقرة. كان بيحصل مشاكل عادية جدا زي ما بتحصل بين اي زوجين، لكن كانت حياتهم مستقرة. كانت بتحب زوجها وزوجها كان بيحبها. المهم كانت طول السنة قاعدة في بيت زوجها وبتزور اهلها في الاجازات، لانهم كانوا عايشين في محافظة بعيد عن المحافظة اللي هي متجوزة فيها. كانت بتروح تقعد عندهم الاجازة كلها مش اقل من شهر. هما متعودين ومتأقلمين على حاجة زي كده من يوم ما اتجوزوا. المهم في مرة قبل ما تسافر او قبل ما تاخد الاجازة بتاعتها، كانت بره هي واصحابها وكانوا قاعدين، وكل واحدة عمالة تشتكي من حاجة في حياتها او من جوزها او في اولادها. المهم هي كانت قاعدة ساكتة خالص وقاعدة عمالة تستمع لكل واحدة فيهم. فواحدة منهم بتقول لها هو في ايه؟ هو انت ما بتتكلميش ليه؟ هو انت يعني ما عندكيش مشاكل في بيتك؟ قالت لهم لا عندي طبعا مشاكل في بيتي. هو في حد يعني ما عندوش مشاكل؟ اكيد عندي مشاكل، بس عادي يعني المشاكل العادية. قالوا لها طب وجوزك عامل معاكي ايه؟ قالت لهم جوزي هو في زي جوزي؟ جوزي حنية الدنيا فيه ومش حارمني من حاجة، لا انا ولا اولادي، وطبعا انا بثق فيه جدا. قالت لها بتثق فيه؟ قالت لها طبعا بثق فيه ثقة عمياء، لانه الصراحة عمره ما حسسني باي حاجة ان انا اشك فيه. قالت لها ليه؟ ما بتسيكيش الموبايل بتاعه؟ قالت لها الصراحة هو حاطط الموبايل بتاعه قدامي على طول ومش عامل اي باسوردات ولا اي حاجة، لكن انا واثقة فيه عشان كده متعودة لا امسك موبايله ولا هو كمان بيمسك موبايل، لان واثقين في بعض. قالت لها والله خليكي كده يا حبيبتي مغفلة، الله اعلم بيعمل ايه من وراكي، شكلك كده هتفوقي على صدمة هتطلع من نافوخك. قالت لها ليه يعني؟ هو انا عشان واثقة من جوزي يبقى اكيد بيعمل حاجة غلط من ورايا؟ لا طبعا. قالت لها ماشي يا حبيبتي، هو انتي هتاخدي الاجازة امتى بقى؟ قالت لها قريب. قالت لها وبرضه كالعادة هتروحي تقعدي عند اهلك بالشهر وتسيبيه لوحده؟ قالت لها احنا متعودين على كده من يوم ما اتجوزت. قالت لها الله اعلم بقى بيعمل ايه في الشهر ده لوحده، انا مش عارفه انت ازاي بتامني ان انت تسيبيه شهر بحاله من غير ما تكوني موجوده معاه. انا مش فاهمه يعني الثقه العمياء اللي انت فيها دي، انا بس خايفه عليكي. قالت لها يعني اعمل ايه يعني؟ قالت لها اقل حاجه تعمليها مثلا انك تركبي كاميرا خفيه تشوفي جوزك بيعمل ايه من وراكي، اهو تطمني والثقه تزيد اكتر. وطبعا قعدت تضحك ضحكه سخريه. فساعتها دخلت الشك جواها وقالت لها على فكره انت عندك حق وانا ممكن اعمل حاجه زي كده. المهم خلت جوزها في الشغل وراحت مركبه كاميرا خفيه في غرفه النوم بس، وساعتها حضرت شنطها هي واولادها وخدت الاجازه وراحت عند اهلها الشهر اللي بتقعد فيه كل سنة. وطبعا جوزها كان كل يوم والتاني يتصل بيها ويطمن عليها هي والأولاد، وهي نسيت ان هي مركبة كاميرا وما كانتش بتشوف اي حاجة ومكبرة دماغها لانها واثقة من جوزها، ما كانش في دماغها اي حاجة وغير ان هو كل يوم بيكلمها يطمن عليها هي والأولاد. المهم في يوم ما اتصلش بيها خالص ولا سأل فيها ولا في الأولاد. استغربت هو ما اتصلش بينا ليه خالص النهارده؟ سألت الأولاد قالوا لها لا يا ماما بابا ما اتصلش بينا النهارده. قالت خير يكون في ايه؟ انا خايفه يكون تعبان. قالت صحيح انا مركبه كاميرا خفيه في غرفه النوم، اكيد قرب يجي من الشغل، انا هفتح كده واشوف بيعمل ايه. المهم فتحت الكاميرا من على الموبايل بتاعتها وقعدت تراقب تشوف جوزها لما يجي من الشغل هيعمل ايه. مفيش 10 دقايق وجوزها فتح الباب ودخل غرفة نومه وغير هدومه وقعد، لقت سمعت صوت الباب بيضرب. المهم رايح فاتح الباب واخد زي نظام اوردر كده ودخل بيه لغرفة النوم. قعد تقول يا عيني ده جايب اكل من بره، اكيد متضايق ان احنا مش معاه والكلام ده. المهم راح حاطط الاكل وطلع ازازه شكلها غريب جدا وفضل يشرب فيها وهو بياكل. المهم بعد ما خلص الاكل
فضل يعمل حركات غريبة زي ما يكون بيتطوح، عمال يقول كلام غريب مش مفهوم، زي ما يكون مش في وعيه خالص. قعدت تقول ايه ده، انا مستغربة، هو جوزي بيقول ايه؟ المهم ساعتها راحت منادية على والدها، والدها لما شاف المنظر قال لها ايه ده، هو جوزك بيشرب خمرة؟ طبعا كانت واقفة مصدومة. معقول جوزي بيشرب خمرة؟ انا معرفش، انا ما عشت معاه السنين دي كلها وعمري ما شفته بيعمل حاجة زي كده، انا مش مصدقة. يا ريتها بقى تسكت على كده، لا ده قعدت تصرخ وتصوت ومش مصدقة ان جوزها بيعمل حاجة زي كده من وراها، وراحت ماسكة التليفون ورن على والده وعلى اخواته ورنت على اصحابه وروحوا شوفوا صاحبكم عامل ايه في البيت. طبعا ساعتها هم قفلوا معاها وجريوا على ابنهم يشوفوا فيه ايه. طبعا لما راحوا لقوه مش في وعيه ومسطول وعمال يتطوح في الشقة ومش مركز معاهم، لحد ما فوقوه وقالوا له انت ازاي تعمل حاجة زي كده، مراتك زعلانة جدا ومتأثرة ومش مصدقة ان انت تعمل حاجة زي كده، احنا ما صدقناهاش غير لما ورتنا الفيديو. قال لهم فيديو ايه، ومراتي عرفت منين؟ مراتي عند اهلها بقالها فترة. قالوا له لا، احنا لقينا مراتك بتتصل بينا وبتقول لنا الحقوا اخوكم بيعمل ايه، وورتنا الفيديو، احنا مش مصدقين ان انت بتعمله ده، ومن امتى وانت بتعمل كده؟ ساعتها قال لهم انا مش فاهم اي حاجة، ازاي مراتي شافتني وهي مش موجودة؟ قال له مش عارف، شكلها كده مركبة كاميرا خفية في أوضة نومك. طبعا ساعتها لما عرف حاجة زي كده انصدم. المهم تاني يوم هي جت وفضلت تقول كلام كتير وكانت غضبانة جدا ومش مصدقة والكلام ده. لقت جوزها ما بيردش عليها خالص وكان في قمة الهدوء، راح ماسك شنطته وحطت هدومه كلها وسابها ومشي. هي كانت مستغربة جدا من رد فعله، ايه اللي هو عمله ده، ولا اتكلم ولا قال حاجة. ما هو مش ليه عين يقول لي اي حاجة، هيقول لي ايه؟ انا اتصدمت فيه، انا مش مصدقة. المهم تاني يوم بعت لها رسالة وقال لها انت عندك حق، انا ربنا ابتلاني بحاجة زي كده وانا ما بعملهاش كتير غير كل فين وفين لما بتسيبوني لوحدي، فلكن دي حاجة ربنا ابتلاني بيها ونفسي ان انا ابطلها. وانت عندك حق، عشان كده انا بعتلك ورقة طلاقك، ده غير ان انا ما عدتش قادر ابص في وش اهلي ولا اهلك ولا اولادي، انت فضحتيني عند ولادي وعند اهلي وعند اهلك وبين صحابي كمان، انا مش مصدق اللي انت عملتيه، ركبت كاميرا خفية في غرفة نومي من غير علمي، وكمان لما شفت حاجة زي كده بدل ما تستر عليا فضحتيني في وسط اهلي واهلك وبين صحابي وعند ولادي. انا ماليش عين ان انا ابص لهم كلهم، انا مش عارفه اقول لك ايه، الموضوع ده عمل شرخ جوايا، عشان كده انا مش ناوي اكمل معاكي وهبعت لك ورقه طلاق. طبعا هي قرأت الرساله من هنا وجالها حاله صدمه ومش مصدقه ايه اللي هو بيقوله ده، انا ما كانش في دماغي خالص ان اخرب بيتي او اطلق، انا غصب عني، انا حسيت ان انا مغفله السنين دي كلها، منها لله السبب، هي اللي فتحت عيني على حاجه زي كده وخلتني فتحت بابي للشيطان وحطيت كاميرا خفيه لجوزي، انا ما كنتش عارفه ان هو بيعمل حاجه زي كده، يا ريتني فضلت مغيبه، انا ما كانش قصدي ان انا اخرب بيتي بايدي. وطبعا ما بقتش عارفه تعمل ايه وحاولت ان هي تتوسط انها تراضي جوزها، وطبعا هو بطل حاجه زي كده ووعد اهله ان هو مش هيرجع ليها تاني، لكن ما كانش حابب ان هو يرجع لزوجته لان في شرخ ما بينهم وهو مش عارف يتعافى منه خالص، ان هي بدل ما تستر عليه وتقول له انت ازاي تعمل حاجه زي كده ويا ريت ان احنا نبقى مع بعض عشان تبطل حاجه زي كده، لكن هي ما سطرتش عليه وفضحته عند اهلها وفي وسط الناس كلها. فطبعا دي كانت حاجه مضايقاه جدا، المفروض الزوج والزوجه يبقوا ستر وغطا على بعض، ودي كانت قصتنا النهارده. يا ريت تعلمنا درس كبير لكل زوج ولكل زوجه، يا ريت تقفلوا على ابوابكم مشاكلكم الخاصه وحياتكم الخاصه، ما تتحكيش بره لاي مخلوق. طبعا كانت قعده ستات وكل واحد بتحكي اللي مضايقها في حياتها سواء مع اولادها سواء مع جوزها، وكل واحد بكلمه، ولما لقاها هي الوحيده اللي ساكته فضلوا وراها لحد ما لعبوا في دماغها وخلوها فتحت بابها للشيطان وتتجسس على جوزها، وربنا امرنا ولا تجسسوا. صدقوني يا جماعه لما نحب ننكش ونتجسس ورا اي حاجه بنتعب نفسيا، عشان كده ربنا امرنا ان احنا ما نتجسسش على اي حاجه ولا نعرف اي حاجه وندننا على عمانه عشان ما نكرهش بعض، عشان ما يبقاش ضغينه بيننا وبين بعض.
فعشان كده اي زوجة يا ريت لو في نسبة شك 1%، ربنا اكيد هيظهر لك كل حاجة، لكن تتجسسي على جوزك وتشك فيه طول الوقت وطول الوقت تراقبيه، صدقيني انت تفتحي بابك للشيطان وبتخربي على نفسك وعلى بيتك. فبلاش يا جماعة ان انتوا تنكشوا ورا خراب بيوتكم، وبلاش ان انتوا تجسسوا على جوازاتكم. ربنا لو عايز يظهر لك حاجة هيظهرها لك من غير ما تبصي ولا تنكشي وراه. ودي كانت قصتنا النهاردة، يا رب نتعلم منها درس، ويا رب تنال اعجابكم. مستنية رأيكم في الكومنتات.